يا معاشر الاخوة، ليست المسألة مسألة ملايين الجنود، اننا لو ربينا 1000 جندي على العقيدة والقينا بهم في منطقة خليج العقبة وعلم كل منهم انه ذاهب الى الجنة فلن يقر لليهود قرار. اليهود جبناء، والدليل على انهم جبناء ان الله قال في حقهم ولتجدنهم احرص الناس على حياة، والرجل الذي يحرص على الحياة يتصف بالجبن والبخل والهلع. اننا نريد 1000 جندي يتربون على العقيدة. اذا ربينا 1000 جندي على العقيدة وخلصناهم من شوائب السيف فلا بد ان يدخلوا تل ابيب ويرفعوا راية التوحيد فوق المسجد الاقصى. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله، فهزموهم باذن الله. نريد الجندي العقائدي، نريد الجندي الذي يؤمن بان وراء القتال شهادة ووراء الشهادة جنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. ان الدنيا قد اهتزت عندما ذهبت جولدمائير الى الفاتيكان في ايطاليا وبعد ذلك قالوا نشتري لك برنيطة جديدة فابت ان تكلف الدولة ثمن برنيطة وقالت انني املك برنيطة قديمة سادخل بها الفاتيكان ولم ترضى ان تكلف الدولة شراء قبعة على رأسها. ورجعت الى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ماذا حدث؟ الاسلام مليء بالمفاخر، مليء بالقيم، مليء بالعظمة، ولكننا نتكلم عن كل شيء حتى اذا ذكر الاسلام لا نحرك به سفاهنا. تكلمنا عن القومية العربية وتكلمنا عن التقدمية وتكلمنا عن القيم الروحية. كل شيء بعيد عن الاسلام نتكلم فيه. اذا ذكر الاسلام حولناه الى القيم الروحية ولا نرضى ان نقول الاسلام. لماذا نكره كلمة الاسلام؟ لماذا لا نعلن كلمة الاسلام؟ ان الرأسمالية لا تخجل ان ترفع لواءها والشيوعية لا تخجل ان ترفع لواءها. لماذا نحن نخجل اذا ذكرت كلمة الاسلام؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة. واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. عمر بن عبد العزيز الرجل
الرجل الذي جاءته عمته تطلب منه المال لبني امية، فماذا قال لها؟ جاء بدينار من ذهب وحماه في النار حتى احمر، وجاء بقطعة من اللحم ووضع الدينار على اللحم فسوي اللحم، ثم قال لعمته يا عمتي أترضين أن يكون لحم ابن أخيك هكذا يوم القيامة؟ درس عملي. ناس خافوا الله فخوف الله منهم جميع خلقه. عمر بن عبد العزيز الرجل الذي كان يخاف الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. دينار من ذهب على قطعة من اللحم، اللحم يسوى والدينار محترق، ويقول لعمته التي طلبت منه مالا لبني قومها يا عمتي أترضين أن يكون لحم ابن أخيك هكذا يوم القيامة؟ عمر بن عبد العزيز الذي حكم المسلمين 30 شهرا كان عنده من العمر 37 سنة، ومات وعنده من العمر 39 سنة وعدة أشهر. قالت زوجته إن هذه الشهور 30 لم يقربني فيها مرة واحدة. وسئل في ذلك لم لم تقرب زوجتك يا أمير المؤمنين طيلة هذه المدة؟ فقال لهم وكيف يأتي هذا العمل من وضع الله مسؤولية أمة محمد في عنقه وهو سائله عنها يوم القيامة؟ وكان يخرج على أبواب دمشق ويسأل المارة كيف حال الناس. سأل أحد الناس الذي قدم من سفر كيف تركت الناس في بلدك؟ فقال له يا أمير المؤمنين تركت الظالم مقهورا والمظلوم مجبورا. عدالة. أقام الحياة على القرآن سياسة وحربا وإدارة واقتصادا وتعليما وثقافة. هؤلاء الناس تربوا على مائدة القرآن ففتحوا الدنيا، فتحوا الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. اما كيف ربينا جنودنا؟ عجبت كل العجب عندما سمعت تسجيلا لحفلة ترفيهية للجنود على الجبهة. اخذتني الدهشة واستولى علي العجب، وكنت اظن ان هذا الحفل ستوزع فيه الجوائز على اكثر الجنود حفظا للقرآن، او سيقوم فيه البعض بتمثيل رواية اسلامية كبلال وعمار وخالد، ولكن لم يكن شيء من هذا. وقف المذيع يقدم وكأنه يقدم كتيبة الى تل ابيه، وقف يقول والآن تظهر المطربة صاحبة الصوت الرخيم، صاحبة الصوت الذهبي العظيم، لتسمعنا اغنية يا واد يتيم يا واد. واخذ المذيع بارك الله لنا فيه يقرأ علينا نص الاغنية.
وهي كلمات تافهة لا تكون الا شبابا لا يعرف من الاسلام الا اسمه ولا من المصحف الا رسمه، همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، اذا رأوك حسدوك واذا تواريت عنهم اغتابوك. يا واد هذا كلام نربي عليه جنودا سينزلون حومة القتال يطلبون الشهادة من الله. ان الله لما اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة اشترط في هؤلاء 10 شروط: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. شروط لا بد من توافرها لصحة نفاذ البيع والشراء مع الله. ليسجل هذا العقد في التوراة والانجيل والقرآن. اخذ المذيع يقرأ نص الاغنية ورأيتني وانا استمع من المذيع كأنها قطعة من النصوص قررت على طلبة الثانوية العامة. كلام فارغ لا قيمة له. اسمعوا هذه الكلمة في تلك الاغنية وكيف ان المؤلف وضع اسم الله في كلام لا يليق بذات الله. عنده بربع عصاب اسم الله ولا اسم الله كأنه جراح بريطاني. وقلت يا ليتنا تشبهنا بالجراحين البريطانيين في اجراء العمليات الجراحية ولم نتشبه في شباب يتسكع على افواه الازقة. ومؤلف هذه الاغنية عندما يقدمونه للجمهور يظلون يقدمون فيه 1000 لفظ ولفظ. نقدم لكم الفنان الخطير والشاعر المحلق والخطيب التحرير والرسام الشهير وصاحب الريشة الذهبية. واذا نظرت الى ماذا يقول لرأيت كلاما اجود يشخشخ فيه الهواء كما يشخشخ في رؤوس التماثيل. ولكن مما يدعو للأسى والأسف ان امثال هؤلاء هم الابناء الشرعيون للامة يسكنون ورق الاحياء ويتمتعون باطيب الاشياء. وهكذا الى ان افقنا على نكسة كبرى يجب علينا ان نبدأ الطريق من اول قوله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والتغيير يبدأ من تعليم القرآن للأمة. مصر المسلمة لن يصلح لها الا القرآن. مصر المسلمة لن يصلحها الا سنة خير الانام. مصر المسلمة لن ترفع لواء الا لواء التوحيد. يا رب اسألك وانت في عليائك وكبريائك وانا واقف الان بين يديك ان ترفع لواء الاسلام عاليا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المؤمنين واشف مرضى المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا.
اعمالنا، وثبت عند اللقاء قلوبنا، وارفع راية الاسلام على المسجد الاقصى وسيلاه